عملية اغتيال المغاربة، عملية اغتيال شباب مغربي، شبان مغاربة ذهبوا من فرنسا إلى تراب الإمبراطورية المغربية لقضاء عطلة الصيف، وهذا حق مكتسب لكل مواطن في أي دولة كانت. ولكن للأسف الشديد، للأسف الشديد أنه الجيش الجزائري أو جيش الكبرنات أو الجيش الكافر بالله سبحانه وتعالى، سأمدكم بالدليل من حديث محمد عليه الصلاة والسلام، للأسف الشديد قاموا باغتيالهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال: من ساعد على قتل أخيه ولو بشق كلمة فلن يشم رائحة الجنة. وفي الحديث الثاني يقول رسولنا محمد خير الخلق عليه الصلاة والسلام: من ساعد على قتل أخيه ولو بشق كلمة فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذوما الكبرنات لم يساعدوا على قتل إخوانهم المغاربة، لا، بل قتلوهم عمدا. وهذوما اللي ماتوا يا عبد المجيد تبون ويا شنقريحة، تعرفوا أنهم عندهم أطفال صغار ولا لا؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ تعرفوا أنه عندهم بنيات صغار أعمارهم لا تتجاوز السنة من ولا سنتين. لشكون باش يقولوا يا بابا؟ شنقريحة يا كافر يا ابن الكافرة، لشكون باش يقولوا يا بابا؟ صحيح أنكم يا شنقريحة ويا عبد المجيد تبون ويا عسكر الجزائر، حاشا الصلاح فيكم، صحيح أن معظمكم ما يعرفوش كلمة بابا، لأنكم لا تعرفون من أو بمن أو مع من زنت أمهاتكم حتى تأتون إلى هذه الدنيا الفانية، وكل ما عليها فاني يا أبناء الزانيات. أنا كيريت البنيات الصغار اللي بيتهم ماتوا هم ما يعرفوش مساكن. رجعت للحديث متاع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: من ساعد على قتل أخيه ولو بشق كلمة فلن يشم رائحة الجنة. الفيديو هذا باش يوصل لكم يا اللامارين متاع الجزائر، باش يوصل لكم غصبا عنكم وعن من خلفكم من الأمهات الزانيات، باش يوصل لكم. وابشروا بجهنم وبئس المصير خالدين فيها أبدا. ابشروا كما بشركم رسولنا عليه الصلاة والسلام. المغاربة ليس بإخوانكم، كان من الأجدر اعتقالهم ومحاكمتهم في الجزائر كما فعلتم للعائلات التونسية التي قبضتم عليها بلتر من زيت الزيتون أو زيت السانجو، اسمحوا لي، تحطوهم في السجن وتحكموا عليهم 10 سنوات، مش مشكل، هي أنبياء ودخلت للسجن. ما بالك هذوما المغاربة غلطوا مساكن، غلطوا كيما يغلطوا هنا في كندا، وانا واحد منهم، وغلطت ودخلت الاراضي تاع الولايات المتحده الامريكيه والقوا علي القبض وخذوا لي البصمات وتصاوروا وما شابه ذلك. قلت لهم غلط، رجعوني معزز مكرم الى الحدود الكنديه، ودخلت ورجعت لكندا
وكله تمام. إذا كان يشد واحد في الاتحاد الأوروبي من فرنسا داخل ألمانيا أو ما شابه ذلك، شي يعملوا له؟ يقتلوه؟ ما يقتلوهش، يتحروا معاه، يفتشوه، ما عندوش غبرة، ما عندوش مخدرات، ما عنده شيء، لا سلاح ولا والو، يسيبوه وانتهى الأمر خلاص. وإذا كان أكثر ما يمكن يعطيوه خطية مالية ولا يعطيوه إنذار. علاش تقتلوا فيهم؟ علاش؟ ما عندهمش وليدات صغار؟ ما عندهمش نساء؟ ما عندهمش أمهات؟ وبعض المصادر أفادت أنه المغربي اللي تم إلقاء القبض عليه قاموا بقتله. ما نحبش نوجع أم وأبوه، ما نحبش نوجعهم، لكن بعض المصادر نتاع لطفي غارس تقول أنه قاموا بقتله. علاش تحبوا تعملوا بروفوكاسيون نتاع إتنسال نتاع حرب مع المغرب؟ ما كفاكمش 4 حروب المغاربة أعطوكم العصا؟ ألم يكفيكم ذلك؟ علاش ما قدرتوش على الجيش الملكي؟ واضح، قدرتوا على شباب عزل لا سلاح لهم ولا حول لهم إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله ربي يزلزلكم بإذن الله، إن شاء الله يبعث لكم زلزال في المرادية وفي كل ثكنة عسكرية بالجزائر. الله إن شاء الله لا تربحكم، الله ينتقم منكم، الله يبعث لكم ريح عقيم تهزكم أنتم وثكناتكم. ما عندكمش قلوب. نقولوا يبهت الإنسان ويدوخ في أمره ويقول هذا ما عندهمش قلوب. تحدث عليهم ربي يا مؤمنين، تحدث عليهم الله سبحانه وتعالى وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وآيات أخرى تقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قداش باش تقعد في الدنيا يا شنقريحة ويا تهبون ويا كبرانات ويا من ترثون أديان الكراغلة الأتراك والفرنسيين؟ قداش باش تبقاو تعيشوا في الدنيا؟ أنتم لستم بخالدين فيها، كل ما عليها فاني. الله يرحمهم وينعمهم، هم شهداء، هم شهداء، هم شهداء وأنتم اللقطاء، هم شهداء بإذن الله وأنتم الكفر اللقطاء يا أبناء الزانيات. حرام عليكم. كذلك نحب نعرج على لامارين ماروكان. وين هي لامارين ماروكان؟ نورمالمون في نقطة الحدود تكون فما دائما دورية قارة، يهديكم الله سبحانه وتعالى، دورية قارة. اللي خارج من جهة الصعيدية يقولوا له حدك هادي، تعملوا إشارات، تعملوا أي حكاية. يهديكم، يهديكم، يهديكم الله حتى لا تتكرر مرة أخرى. والله يوجعني قلبي على كل البنيات الصغار الآخرين ذهبوا في ذمة الله سبحانه وتعالى، الآخرين مشاو عند الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه. نؤمن عليهم ربنا سبحانه وتعالى، ولكن والله قلبي يوجعني والله العظيم كي نشوف هكاك لا إله إلا الله. احنا عرب مسلمين نعملوا هكا في بعضنا، علاش يا ربي؟ والله العظيم حرام، والله العظيم ستكونون من الخالدين فيها أبدا. والله الدنيا فانية، والله العظيم. أطلب من جلالة الملك محمد السادس أمنيتي الوحيدة أنه يعطينا الإشارة الخضراء لشن هجوم على هذه الشرذمة الكافرة. والله العظيم يا جلالة الملك، والله 24 ساعة نوصلوا لحدود تونس وأنا جندي رقم 1 نجي من كندا، ومئات الملايين من العرب والمسلمين يا جلالة الملك. والله العلي العظيم، قسما بالله العظيم يا جلالة الملك، نرحوهم، ناكلوهم، والله نبلعوهم. حول ولا قوة إلا بالله.
سمحوا لي، وإن شاء الله لمارين ماروكان تقوم بالواجب، لأنه واجبكم كذلك أنكم تحميوا الحدود وتقوموا بدورية قارة غادي، دورية قارة 24 ساعة على 24 ساعة. اللي جاي من الصعيدية يقول له أرجع، انتهى خلاص، عد إلى مكانك، دومي تور. لكن للأسف الشديد، وين كانت لمارين؟ وين كانت لمارين؟ وين كانت لمارين ماروكان؟ يجب فتح تحقيق ملكي كذلك. وين كانت لمارين ماروكان؟ لأن لو كانت غادية راهي قتلهم ارجعوا، راهم رجعوا مساكن. واللي يكريو في الجيتسكي هذا في الصعيدية، ما تنجموش تحطوا كيلكو بوتاي ديسانس دو ريزيرف بحذاكم هكا في وسط الجيتسكي؟ علاش ما تحطوش دي بوتاي يعني 2 3 لتر اكوتي؟ خلاص يوفيك ليسانس صب وانت في البحر. علاش؟ هاي مش مشكل، توا صار اللي صار، قضاء وقدر وكاتب ربي سبحانه وتعالى. نحبوا الدبلوماسية المغربية تطالب بالكادافر والجثث متاع الشباب اخواننا المغاربة. حبها تطالب بيهم، حبها تطالب بيهم، ويطالبوا بتحقيق دولي في الموضوع هذا. لكم الحق في محكمة الجنايات الدولية. يا ناصر بوريتا، تبعث شكون محكمة الجنايات الدولية باش يحل تحقيق إدانة جيش الجزائر أنهم قتلوا عزل لا سلاح لهم ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله. حكم من محكمة الجنايات الدولية سيدفعون الثمن غاليا، تأكد من ذلك خويا ناصر بوريتا. يهديكم الله سبحانه وتعالى، يهديكم الله سبحانه وتعالى. تذكروا خويا ناصر بوريتا، تذكروا المرأة التي قالت ومعتصماه، ما قتلوهاش، ضربوها بركة، ومعتصماه. شوفوا المعتصم بالله شعمل. إذا جاء ربي ورونا، الله يرحم والديكم، ما تخلوش قلوبنا تتحسر، يرحم والديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي إن شاء الله بإذن الله ربي يظهر الحق في الدنيا إن شاء الله.